السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي قدامنا ده هو عبارة عن فيديو بيوضح لنا إن في عربية بتبدأ إنها تمشي في الشارع. طيب لو أنا جيت دلوقتي سألت سؤال والسؤال ده بيقول هل دي عربية؟ طبعا هيجي حد دلوقتي يقول لي دي عربية، ولكن الإجابة هنا هتكون لأ، إن مش دي عربية. أمال دي إيه؟ لأ، دي عبارة عن عربية كرتونية، يعني صورة بتعبر عن عربية. ولكن هل دي عربية حقيقية؟ لأ، هي مش عربية حقيقية. طيب الراجل اللي متفاجئ بالإجابة هيجي يقول لي يا عم أنت حبّالي، أنا قصدي إن دي عربية وخلاص، يعني أنت بتدقق أوي. الفكرة هنا إن أنا ابتديت إن أنا أعمل إيه، بدل ما كل مرّة هابدأ إن أنا أرسم عربية حقيقية، لأ، ده أنا هابدأ إن أنا أرسم حاجة شبه العربية. طب هو أنا عملت كده ليه؟ أنا عملت كده عشان مش كل مرّة هابدأ إن أنا عاوز أوصف لحد العربية، أنا لازم أرسم العربية بالملي. لأ، ده أنا ممكن أعمل إيه، ده أنا ممكن أرسم رسمة كروكي بتعبّر عن الشكل بتاع العربية، وهكذا في أي حاجة. يبقى أنا دلوقتي عندي مجموعة من الأشياء الواقعية اللي بتبقى موجودة عندي على كوكب الأرض أو حتى في الكون بتاعنا. الحاجات ديّة كلّها أنا بابقى مضطر إن أنا أعبّر عنها على صورة رسومات. طيب هل أنت لمّا هتعبّر عنها على صورة رسومات، هل لازم ترسمها بالملي وبالتفصيل؟ على حسب، على حسب أنت بتوضّح المعلومة دي لمين. عشان كده ظهر عندنا علم هو علم الdrawing، إن أنت تبدأ إنك ترسم. طب هترسم كروكي والّا حقيقي؟ هابدأ إن أنا أعمل كده وهابدأ إن أنا أعمل كده. طيب نسأل سؤال تاني، هو أنا لمّا هارسم دلوقتي الحاجات دي كروكي، هارسم تفاصيل بمقدار عامل إزاي؟ هل هارسم عربية ليها عجلتين وخلاص، والّا هالوّنها، والّا هابدأ إن أنا أوضّح إن في دركسيون جوّه، والّا هابدأ إن أنا أوضّح إن أنا عندي هنا مثلًا زي كشافات، والّا هابدأ إن أنا أوضّح إن أنا عندي هنا مثلًا الكبوت بتاع العربية والشنطة اللي ورا، وهكذا. فلو جينا بصينا على الفيديو المتحرك اللي موجود قدامنا ده، هنكتشف إن كل مرة ممكن نرسم فيها عربية تدي لنا تفاصيل أكتر من المرة اللي قبلها. طيب إيه علاقة ده باللي إحنا هنشرحه إن شاء الله في البلاي ليست دي؟ إن شاء الله إحنا هنشرح في البلاي ليست دي بلاي ليست بعنوان Process Control Diagrams. إحنا في بلاي ليست شرحناها بعنوان الinstrumentation، تمام؟ إحنا إن شاء الله حابين في البلاي ليست دي إن إحنا نتكلم على الprocess control diagram. الprocess control إحنا شرحناه في البلاي ليست بعنوان الinstrumentation and process control. طيب يعني إيه process control diagrams؟ يعني الرسومات اللي أنت بتقدر من خلالها إن أنت تفهم الprocess بتاعتك ماشية إزاي، وهل الprocess بتاعتك اللي ماشية دي هل فيها control معين بيقدر إن هو يتحكم فيها والّا لأ؟ طيب واحد من ضمن الأمثلة على الprocess control diagram هو الشكل اللي موجود قدامنا ده. طيب هو إيه الأجندة بتاعة البلاي list دي؟ زي ما إحنا شايفين كده هي أجندة كبيرة شوية، ولكن الفيديوهات إن شاء الله هتكون قصيرة ومبسطة ومش كتيرة. طيب إحنا هنشرح فيها إيه؟ إحنا هنشرح أول حاجة مقدمة على الdrawing اللي أنا باستخدمه، الرسم اللي أنا باستخدمه عشان أقدر إن أنا أرسم الprocess بتاعتي، ونهايةً بالملخص. طيب هو إيه الحاجات اللي موجودة في النُص دي؟ دي حاجات هنقولها بالتفصيل، ولكن طول ما إحنا ماشيين. عشان كده أنا قررت في الplay list دي إن أنا أعمل حاجة مختلفة شوية، هي إن أنا هابدأ أحط الtable of contents ده موجود جنبي على اليمين، زي ما إحنا شايفين في الشكل ده. ولمّا هابدأ إن أنا أخلّص element معيّن هيبدأ لونه يزرق. طيب إحنا دلوقتي عندنا هنا ما فيش حاجة زرقت، معنى كده إن إحنا لسه هنشرح أول عنصر. طب هو إيه أول عنصر معانا؟ هو introduction to process drawing، وده العنوان بتاع الفيديو بتاع النهارده. طيب
يا ترى دلوقتي أنت بتعمل إيه؟ أنت دلوقتي عاوز تشرح drawing ده اللي أنا محتاج إن أنا أشرحه. طب ما تورّينا كده يعني إيه drawing؟ لو جينا بصّينا على الشكل اللي موجود قدّامنا ده شكل حاجة اسمها D&ID تمام؟ طيب يعني إيه D&ID؟ ده عبارة عن حاجة اسمها piping and instrumentation diagram. طيب نكبّر شوية كده ونعمل zoom، ده الشكل بتاع الB&ID بتاعنا. طيب يا ترى هو الB&ID ده بتاع شركة إيه؟ ما يهمنيش دلوقتي، ولكن هو كل اللي يهمني إن أنا دلوقتي عندي vessel موجودة هنا وخطوط وأجهزة وبلوف والكلام ده كله. طيب هي الحاجات ديّة بتعبّر عن إيه؟ ده اللي إحنا محتاجين إن إحنا نتعرّف عليه. طب هل أنا دلوقتي هامسك الرسمة دي وهابدأ أقول لك هو كل عنصر عبارة عن إيه؟ لأ، مش ده اللي أنا هاعمله. إحنا ممكن ناخد example في النهاية بتاعة الplaylist، إن إحنا نجيب الB&I ده في النهاية نبدأ إن إحنا نشرحه بالتفصيل، وممكن نجيب B&I تاني برضه نبدأ إن إحنا نشرحه بالتفصيل. ولكن أنا كل دوري في الplaylist دي في البداية إن أنا أوضّح لك يعني إيه P&ID، يعني إيه process أو piping and instrumentation diagram، إيه الفرق ما بين الpiping and instrumentation diagram اللي هو الP&ID وما بين الprocess flow diagram وما بين الblock flow diagram، وكل واحد منهم بيظهر تفاصيل شكلها عامل إزاي، وإيه مميزات وعيوب كل واحد منهم. كذلك بعد ما هاعمل الحاجات ديّة كلّها، أنا محتاج أقول لك إن أنا عندي بعض المعدات اللي موجودة في الموقع بتاعي، والمعدات دي لازم يكون ليها أشكال معيّنة أحطها على الرسم اللي موجود قدّامي. طب هل لمّا هابدأ إن أنا أرسم بلف مثلًا، هل هاشوف شكل البلف على الواقع وكل مرّة هابقى مضطر إن أنا أرسمه في اللوحة بتاعتي؟ لأ، هابدأ إن أنا أرسم حاجة كروكي بتعبّر لي عن البلف شكله عامل إزاي، على حسب طبعًا كل نوع بلف. طب هو البلوف بس اللي موجودة؟ أكيد طبعًا لأ، ده أنا عندي pressure vessel، عندي separators، عندي pumps، عندي compressors، عندي heat exchangers، عندي furnace، عندي reboiler، عندي air coolers، عندي cooling towers، عندي حاجات كتير جدًا. فكل حاجة من الحاجات دي أنا محتاج إن أنا أبُص عليها وأعرف هي شكلها عامل إزاي كstandard في الB&ID أو في الprocess and instrumentation أو الprocess flow diagrams اللي إحنا هنشرحها دلوقتي. يبقى أنا دلوقتي عارف إن في drawings معيّنة، الdrawing دي هي كل دورها إنها تشرح لي حاجة معيّنة. طيب يبقى أنت دلوقتي محتاج تعرف شوية حاجات. رقم 1 هو أنا دلوقتي عندي الprocess drawing ده، إيه لازمته؟ يعني أنا دلوقتي عندي رسم معيّن، أنا كده استفدت إيه لمّا يكون عندي الرسمة دي؟ الرسمة ديّة هتبدأ إنها تساعد الناس اللي موجودة في المكان بتاعي. يعني أنا دلوقتي عندي ناس متخصصة في الرسم تستخدمه، ليه؟ لإن أنا عندي operators، عندي عندي technicians، فنيين، مشغّلين، مهندسين، عندي الناس اللي شغالة في معامل، اللي شغالة في البيئة، اللي شغالة في المجالات الهندسية وصناعة الأغذية، عندي مثلًا برضه الناس اللي شغالة في المصانع بتاعة الورق وغيره، والمحطات بتاعة الكهربا والطاقة والكلام ده كله. يعني أنا من الآخر عندي خط إنتاج، الخط بتاع الإنتاج ده بيقول لي إن أنت عندك مجموعة من المواسير، عندك مجموعة من الأجهزة، عندك مجموعة من الحاجات الكهربية اللي موجودة عندك في المصنع. الحاجات ديّة أنت محتاج تعبّر عنها على هيئة رسمة، يبقى أنت محتاج تعرف إزاي ترسمها صح، وإزاي توقّعها على رسم صح. ولو أنت الشخص المصمم فديّة خلاص دي بالنسبة لك الوظيفة اللي أنت محتاج إن أنت تعملها، إن أنت تعرف إزاي ترسم الحاجات ديّة على رسمة، على drawing معيّن زي الBMYD اللي إحنا قُلنا عليه دلوقتي ده. طيب هو مش بس إن أنت designer تعمل كده، لأ ده كمان الراجل الoperator، الراجل اللي شغال أصلًا في المصنع اللي هيبدأ إن هو يشغّل المصنع، واللي هيبدأ إن هو يصاين المصنع، هو محتاج يكون فاهم هو المصنع ده بيتكوّن من إيه. يعني مثلًا أنا دلوقتي عندي كام ماسورة، عندي كام pump، كام compressor، الكلام ده كلّه. طب هاعرف الحاجات ديّة إزاي؟ يبقى لازم أجيب drawing، وبدل ما هالِف في المصنع واحدة، واحدة، لأ ده أنا محتاج أعرف رسم للمصنع بتاعي هو شكله عامل إزاي، قبل ما أنا هابدأ إن أنا ألِف عليه واحدة، واحدة. طيب
يبقى هو عبارة عن guideline بالنسبة لي بيقول لي هو المحطة أو المصنع اللي أنت شغال فيه ده بيتكوّن من إيه؟ إيه الstream بتاعه؟ هو بيدخل منين وبيطلع منين؟ ده باختصار شديد الموضوع بيتم إزاي. يبقى هو دلوقتي الهدف من drawing ده إن هو يوصف لك الflow بتاعك في الequipment. يبقى أنت دلوقتي عندك flow معيّن ماشي في معدات معيّنة في الfacilities أو المصنع أو المكان اللي بيكون موجود فيه المعدات دي. طب هل بس كده بيقول لك الflow بتاعك ماشي فين؟ لأ، ده هو بيقول لك الflow ماشي فين، المعدات نفسها فين، وترتيبها إيه بالنسبة لبعض. وكذلك في بعض الأجهزة الكهربية اللي بتخُص الteam بتاع الصيانة، سواء الناس بتاعة الكهربا والميكانيكا وغيرهم. طيب الحاجات ديّة برضه دورها إيه؟ دورها إنها هتساعدني في تشغيل المصنع بشكل safe، إن أنا تعرّفني أماكن الحاجة والترتيب بتاعها. كذلك لو أنا عندي مثلًا مرحلة construction، فالحاجات ديّة في البداية بتكون عبارة عن design موجود على ورق محتاج إن أنا أنفّذه. أنفّذه إزاي؟ الشركة المنفّذة للمصنوع، الشركة المنفذة للمصنع نفسه هتبدأ إنها تاخد الdesign ده اللي أنا عملته لها على هيئة P&ID زي ما إحنا شايفين، وهيبدأ إن هو ينفذه على أرض الواقع. يبقى إحنا دلوقتي عندنا الprocess بتاعتنا ليها drawing معين. إيه لازمة الرسمة دي؟ هي بتبدأ إنها تبسّط الcomplex process. الصناعة بتاعتك لو معقدة جدًا وأنت مش فاهمها، لو ابتديت إن أنت ترسمها على ورق هتبدأ الموضوع يبان لك إن هو بسيط ومنطقي شوية. هيبدأ بعد كده إن هو يعمل لك إيه، يوضّح لك المواسير بتاعتك موجودة فين، شكلها إيه، أنواعها إيه، الmaterial المصنوع منها إيه، كام بوصة، الكلام ده كله. عندي مجموعة من الأجهزة الinstrumentation اللي إحنا اتكلمنا عليها قبل كده، عندي مجموعة من المعدات والأماكن بتاعتها. أنا محتاج إن أنا أتعرّف على ده كله. يبقى دلوقتي إيه المكونات بتاعة أي drawing؟ أي drawing في الدنيا هتلاقيه متكوّن من مجموعة من الرموز. يبقى أنا عندي مجموعة من الsymbols اللي كل symbol منهم بيدل على حاجة معيّنة. وده تقريبًا هيكون الscope بتاع الكورس بتاعنا، إن إحنا نعرف هو كل equipment موجود عندي في المصنع أو في المحطة بتاعتي، يا ترى إيه هو الشكل المناسب اللي بيعبّر عنها، اللي أنا لو شُفته في أي process flow diagram أو P&ID أقدر أقول إن ده مثلًا valve أو دي pump أو ده compressor وهكذا. يبقى أنا محتاج إن أنا أتعرّف على الsymbols، محتاج أتعرّف على الفرق ما بين الblock flow diagram، الprocess flow diagram، وحاجة تانية اسمها الpiping and instrumentation diagram أو الP&ID. يبقى أنا عندي حاجة هنا اسمها الBFD اللي هي الB خفيفة، وعندي الPFD برضه اللي هي الB التقيلة، وعندي الحاجة التالتة اللي هو P&ID. تمام. محتاج أعرف الحاجات ديّة كلّها. محتاج أعرف هو أنا عندي دوائر كنترول بتبقى موجودة فين في الP&ID الdiagram بتاعي. طب أنا عندي مجموعة من الdata اللي موجودة على الرسمة بتقول لي إزاي مثلًا تشغّل المُعدة ديّة، المُعدة ديّة بتستحمل ضغط كام، حرارة كام، الكلام ده كلّه. يبقى دلوقتي أنا عندي مجموعة من الdiagrams. طيب هنيجي نسأل سؤال، هو كل diagram بيُستخدم في إيه؟ ده اللي إحنا هنتعرّف عليه قدّام. فهو هنا بيقول لك أنت بتبدأ تستخدم كل واحد على حسب الlevel بتاع المصنع بتاعك وعلى حسب الlevel بتاعك أنت. يعني مثلًا لو عندي مصنع مُعقّد شوية، أنا في الحالة دي محتاج إن أنا أرسمه بطريقة معيّنة بحيث إنها تفهِّم اللي قدّامي. أنا محتاج الdocuments دي تكون ضرورية بالنسبة لي، إن أنا يكون عندي الblock flow diagram بتاع المصنع، كذلك بيكون موجود عندي الprocess flow diagram بتاع المصنع، والpiping and instrumentation drawing أو diagram برضه بتاع المصنع بتاعي. لازم ال3 دول يكونوا موجودين، وباطلّع كل واحد منهم على حسب الlevel بتاع الexperience بتاع الشخص اللي بيبدأ إن هو يطّلع عليهم. طيب إحنا كده خلّصنا أول فيديو موجود معانا. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبدأ إن إحنا نكمّل introduction to process drawing. ده كان كل اللي إحنا محتاجين نتكلّم عليه في الفيديو بتاع النهارده، وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.